لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. الاهلي من غير حكام زي البنطلون من غير حزام. النادي الاهلي يفوز على الجونة 1-0 بهدف امام عاشور. الاهلي استنى يا اسطى، الحكم الغير امين عمر يفوز على الجونة 1-0 في مباراة مليئة بالفضائح التحكيمية. والله العظيم 3 قبل الماتش قلت لك ده هيكون رجل المباراة الاول، ده هيكون سبب رئيسي في انتصار الاهلي النهارده. الاهلي النهارده ما لعبش كورة، يعني الاهلي النهارده ما لعبش الكورة اللي تخليك تقول هو يستحق ال3 نقاط على حساب الجونة. الجونة النهارده كان يستحق على الاقل ان هو يخرج بنقطة من المباراة، ولكن لامين عمر رأي اخر. بص الكرة دي، بص الكرة دي، بص مروان عطية بيعمل ايه؟ مروان عطية حالف ان الراجل ده ما يخرج من ال 18 الا لما يتسحر معاهم الاول. طب سيبك من الكرة اللي فاتت، تعال بص الكرة دي، الكرة دي كانت في الشوط الاول، كرة ضربة جزاء صحيحة 100% على محمد الشناوي. وسيبك من الجاهل اللي يقول لك اصل محمد الشناوي ثابت. يعني ايه ثابت؟ الشناوي كان سبب رئيسي في تعطيل اللاعب ده بعد ما عدى منه وزق الكوره، والواد ده كان الجول فاضي قدامه. فاللي عمله الشناوي ده سواء ثابت او متحرك او ايا كان لازم يتحسب على اساسه ركله جزاء. زي ما شفت كده الكابتن محمد صلاح عبد الفتاح الخبير التحكيمي للقاهره 24، الجونه يستحق ركله جزاء لم تحتسب امام الاهلي بعدما نجح المهاجم في لعب الكره واعاقه الشناوي بيده، ورغم الوضوح الحاله غابت تقنيه الفار. فانا مش فاهم والله العظيم 3، يعني ايه اصلا امين عمر ما رجعش يشوفها في الفار؟ ايه اللي خلى امين عمر يقول للاعب ان الكره دي ما فيهاش اي حاجه؟ طب سيبك من اللعبتين اللي فاتوا، تعال نشوف اللعبه دي. اللعبه دي المخرج عادها 3 4 مرات من كل الزوايا، كل زاويه منهم بتاكد ان ياسر ابراهيم ارتكب خطا فادح مع مهاجم الجونه واداله بالكوع في دماغه، والكره لعبه مشتركه في الهواء، وامين عمر لا ارى لا اسمع لا اتكلم. وفي اعاده من الاعادات اكدت ان الكره جت في ايد ياسر ابراهيم، يعني ياسر ابراهيم ما لمس الكرة اصلا ولعب على دماغ المهاجم، دخل بكوعه في دماغ المهاجم والكرة لمسه ايده، وكل ده حصل وامين عمر ما رجعش للفار. اما ده فده سيبك منه، ده كده كده شيكو بنزا بس النسخه المرزمنه، شيكو بنزا النسخه الاهلاويه، ما اعرفش جابوه من انهي داهيه. ده يعتبر يا صديقي ملخص مباراه النادي الاهلي. عايز تتكلم عن ايه؟ عن فنيات؟ مفيش غير يوسف بالعمري، يوسف بالعمري اللي عمل ماتش كويس قوي النهارده دفاعيا، ولولا كان الجون النهارده سجل ما لا يقل عن 3 اهداف. الواد النهارده كان قافل الجبهه بتاعته دفاعيا بشكل مثالي. الناحيه الثانيه بمهاره فرديه امام عاشور بيسجل هدف عشان الاهلي يكسب الجونه 1-0 بمساعده الحكم الغير امين عمر، و3 نقاط هيفرقوا مع الاهلي قوي، لان الاهلي لو كان اتعثر النهارده الموضوع كان هيبقى صعب جدا في المرحله الجايه، ان الفتره اللي احنا فيها من ماتشات الدوري لا تستحمل اي تعثرات من اي فرقه من الفرق اللي بتنافس. اي فرقه من الاربعه هيقع في مباراه هنقول له كل سنه وانت طيب ونشوفك الموسم الجاي.